السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ وحشني كتير. جيت النهارده اعمل معاكم شويه عدس كده ندفي بعضنا. وجايبه كل حاجه زي ما هي، لسه ما اشتغلتش فيها، قلت اوريها لكم الاول. انا معايا جزر ومعايا بتنجان مخلل ومعايا الجزر للعدس طبعا، ومعايا بطاطسايه للعدس وبصلايه. هغسل العدس واغسل حاجتي كلها وهاجي اوريها لكم قبل ما اولع عليها. ومعايا بتنجان مخلل، وطبعا انتوا عارفين ان انا عامله ليمون وزيتون وكده. هنحط ده ونحط ده وقبل ده هنحط ايه زي ما اتفقنا في الفيديو اللي قعدنا فيه مع بعض. هنحط البصل. وانا بعمل الاكل بتاعي وبوضب البصلايه عشان العدس، هاخد ورقه عدس واشمها كده علشان خاطر اقوي عندي جهاز المناعه واقوي عندي حاسه الشم. ما تنسوش كل ست بيت هتعمل كده في بيتها، وكل بنوته هتخش تعمل طبق سلطه لماما او بابا هتاخد ورقه من ورقه البصله كده تشمها عشان تقوي حاسه الشم عندها. ما تنسوش يا حبايبي. هوضب حاجتي وارجع لكم على طول. ورجعت يا حبايبي. انا غسلت العدس معايا اهو في الميه، ومعايا طبق حاطه فيه جزر وحاطه فيه بطاطسايه مقطعه وحاطه فيه بصل وحاطه فيه توم. هنزل بكل دوت على العدس كده، سامعيني؟ تاني جزر وبطاطس وبصل وتوم، هنزل بيهم على العدس وهولع عليهم يتسلقوا. والعدس بيتسلق هكون بقلي البتنجان. هنزل بالبتنجان في الطاسه كمان بالمره. يلا نحضر الخلطه مع بعضنا. هنحضر الخلطه مع بعض. انا عندي كوبايه الخلاط عصره فيها ليمون واقل من ربع كوبايه ميه، لازم اخف برضو عشان الليمون والمعده. حاطه فيها ليمون واقل من ربع كوبايه ميه. هحط فيها شويه خل كمان، وهنزل عليها بتوم وفلفل احمر وفلفل اخضر. ومعايا التوابل بتاعتي ملح وكمون وكزبره. يبقى انا نزلت هنا اهوت، عندي خل وعندي ليمون وعندي ملح وكمون وكزبره وعندي توم وعندي فلفل احمر وفلفل اخضر. وهضرب الخليط ده بتاعي كده. هكمل ضرب وارجع لكم يا ولاد. جيت معاكم بنحضر المخلل على ما العدس بيتسلق معايا اهو. انا قليت البتنجان بتاعي، هاخدها كده اعبيها في العلبه معايا. هنزل البتنجان كده معايا. طبعا انتوا عارفين ان انا حاطه في الخلطه معايا ايه؟ خل وليمون وفلفل احمر وفلفل اخضر وتوم. الخل ده يا ولاد بيحفظهولي، بيخليه ما بيحمضش. نقطه الخل دي مهمه. الله على ريحته، والله جميل مع العدس بقى، يا سلام. حالا هتشوفوا. خليكم معايا. الفيديو طويل شويه بس معلش. خلاص البتنجانه الاخيره اهي معايا، ومعايا حبه فلفل صغيرين ارشهم فوق البتنجان كده. انا قلياهم طبعا. ومعايا شويه طماطم انا مقطعاهم اهم قبل الفيديو، وانا بقلي البتنجان احطهم فوق الوش كده. بيبقى طعم الطماطم جميل قوي يا ولاد، طعمها حلو جدا جدا جدا. عملتوا ايه؟ خدنا حته بصله كده فطرنا بيها الصبح. مين منا خد حته بصلايه قوى بيها الجهاز المناعي بتاع الانف كده، حاسه الشم بتاعتنا.
الطماطم بتاعتنا والفلفل فوق البتنجان اهو. هرش عليه كده بالمعلقه، وهقفل العلبه بتاعتي. لما اجي ابتدي اكل العدس هطلع منها. قلت شويه بطاطس هطلع منها. عملت حبه فول الصبح في الفطار. يا سلام يا سلام. ايه رايكم في الطبق بتاعي ده؟ الغطا بتاعي اهو. نقدمها بقى ايه والعدس على الترابيزه. يلا. ليا معايا جميله جدا، هنزلها على العدس معاكم اهي. وهاخد حبه كده من العدس عشان خاطر ايه الطاسه بتاعتنا. انا عايزه اقول لكم ان الحبه اللي في الطاسه دول بيقعدوا يقولوا لي ما تودهمش الحله وهاتيهم عشان وهاتلنا رغيفين معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. العدس بتاعي كده خلص. دي شوربه العدس معايا خلصت. هنغرفها بقى مع بعض. مش قادره اقول لكم جميله ازاي جميله ازاي. انا ما عملتهاش من يوم جميل كده، عملته مع ناس حبايبي. ياخد غلوه بقى مع التقليه. وهقطع العيش ونيجي نغرف مع بعض بقى. هنغرف مع بعض شوربه العدس بتاعي على العيش اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ريحته جميله. ويبقى احلى بقى مع البصل. عشان يخش كده مع بعضه. حته السمنه البلدي بقى كده نازل عليها حبه العدس. الله، لو انا حابه اشرب معلقه عدس كده. حته السمنه البلدي في السلطانيه كلنا بنعملها. معلش بقى، انا دايما اقول لكم مش بحب الدسم، لكن في يوم من الايام ايه لازم ايه لقمه دسم كده. هكمل تجهيز الاكل واجيلكم. حبايبي رجعنا غرفنا وخلصنا. معاكم فتة العدس اهيت وسلطانيه العدس بالسمنه البلدي، وعامله البتنجان مخلل اهو زي ما عملناه مع بعض والطماطم بتاعتنا. وما تنسوش البصل، اهم حاجه البصل حبايبي، ما تنسوش البصل مهم جدا. معايا فلفل الوان لو انا حابه برضو اكل فلفل الوان جنب فتة العدس. وما تنسونيش بقى في السبسكرايب وفعلوا لي الجرس. وهقابلكم بالليل نقعد مع بعض قعده صغيره كده. السلام عليكم.